واش غير جبيلة مشروع تنموي ولا قنبلة قانونية موقوتة؟ المنجم اللي كيتعتبر من أكبر احتياطات الحديث في العالم تحول من فرصة اقتصادية إلى ملف جيوسياسي ثقيل. اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972 بين المغرب والجزائر واللي نشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية كانت كتنص على تعاون واستغلال مشترك عبر شركة مختلطة. مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. القانون الدولي كيطرح سؤال واضح: واش أي استغلال أحادي اليوم ما يمكنش يفتح نقاش قانوني جديد؟ ثانيا، كاين تحدي مائي حقيقي. المنطقة ديال تندوف معروفة بندرة الموارد المائية، وأي اعتماد على تقنيات اللي كتستهلك الماء بكثافة كيطرح إشكال الاستدامة البيئية. ثم كاين تحدي اللوجستيك، بحيث الجزائر اختارت ربط المنجم بسكة حديدية نحو بشار والموانئ الشمالية، مشروع مكلف استراتيجيا حين أن التصدير عبر الأطلسي كان منصوص عليه سابقا، لكنه اليوم شبه مستحيل سياسيا. وفوق هذا الشيء كامل، شراكات صناعية مع فاعلين صينيين كتدخل عنصر التمويل الخارجي بقوة. التاريخ علمنا أن المشاريع العابرة للحدود كتنجح ملي كتبنى على المصالح المشتركة ماشي على منطق شد الحبل.